حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في سنة جديدة إن شاء الله، سنة سعيدة. طبعا قبل بدايتنا أو قبل ما نبتدي في المنهج إحنا بيبقى عندنا شوية بوينتس كده لازم ناخد بالنا منها. إن إحنا كل ما بنيجي نبتدي في أول السنة الجديدة بتسمع أقاويل كتيرة قوي إن أنت المنهج صعب، المنهج سهل، المنهج مش عارف إيه. أول إنجليش في أي مكان هو لغة، واللغة أنت بتتعلمها في أي وقت وفي أي مكان وبأي طريقة. طيب بالنسبة لمنهجنا إن شاء الله، بس عشان ما أطولش عليكم، إحنا هنبتدي أول حاجة الستارت بتاعتنا من كتاب المدرسة. يمكن دي حاجة مميزة عندنا إن إحنا هنشتغل كتير قوي على كتاب المدرسة علشان الإكزامز كلها بتيجي من كتاب المدرسة. طبعا إن شاء الله هيكون عندنا الشرح من الملازم بتاعتنا، وهيكون الحل من الكتب الخارجية من كتاب المعاصر، وكمان من كتاب جيم وكتاب بيت باي بيت. خلاص طبعا بناخد الافكار المتكرره ناخد منها فكره واحده، والافكار المختلفه هي اللي بنشتغل عليها على الثلاث كتب. طيب النهارده ان شاء الله بدايتنا بدايه سعيده مع بريب 3 انجلش، المنهج الجديد، الا وهو بادئ معاك بحاجه اسمها ستارت سمارت. طبعا دي كانت حاجه قليله قوي ان انت تلاقيها في اي كتاب مدرسه، او كانت بتبقى موجوده في كتب المدرسه قبل كده، بس ما بنبقاش عاملين فوكس عليها، ما بنبقاش مركزين عليها قوي. فالنهارده احنا هنبدا بيها ونركز عليها، وهو جايب لك علاج لمشاكل كتيره جدا عندك، او بمعنى صح هو بدا بمشاكل الطلاب، الا وهي ستارت سمارت. هي دي كانها مراجعه بس على شكل اسئله. بادئ اول حاجه عندي بالدايلوج، بعد الدايلوج في كومبريهنشن. طبعا هنقرا كومبريهنشن وهنحل الاسئله بتاعتها وهنعرف نحلها ازاي. تمام. بعد كده هيكون عندي اسئله تشويسز مختلفه ما بين جرامر وبين فوكاب عشان نراجع او نعمل ريفرشمنت كده لدماغنا. بعد كده عندي سؤال كوريكت، خلاص، وازاي نحل سؤال الكوريكت. في الاخر خالص في باراجراف وهنتكلم ازاي نعمل مين ايديال باراجراف ونبدا نتكلم عليها. طيب let's start smart now. First of all, we have complete the following dialogue. الدايلوج بتاعي complete the following dialogue اللي هو ازاي تكمل الدايلوج ده. الدايلوج عندي يا شباب، لو انا جيت اقول لك الاجابه دي ايه هي بمجرد ما قريت السؤال يبقى انا كده ما فهمش حاجه. ليه؟ انا لازم اقرا first of all read all dialogue. اقرا الدايلوج كله مره واحده، اعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. طيب تعالى بس عشان نعمل تشيك للكلام ده اللي احنا بنقوله. ليلى asks Hannah about his weekend activities. ليلى بتسأل على النشاطات اللي بيعملها في نهاية الأسبوع أو في الأجازة بتاعته. طبعا خلي بالك من كلمة weekend activities اللي هي النشاطات بتاعته. طبعا السطر ده من السطور المغفلة. يعني ايه مغفلة؟ يعني احنا كتير قوي ما بناخدش بالنا منه وبنعديه بنعمله سكيب، مع انه بيبقى إجابة أسئلة كتير. الدايلوج ما بين ليلى وبين هاني. ليلى وإيه؟ وهاني. ليلى بتقول لهاني هاي هاني how was your weekend. طب لو انا قلت it was good, it was bad, it was great، كل دي اجابات صح. تمام. طب انا هعرف ازاي هي كويسه ولا وحشه؟ لازم اقرا بقيه الجمله. لو هو حصلت له حادثه، لو هو حصلت له مصيبه it was bad, it wasn't good. خلاص. طيب what did you do on Saturday؟ عملت ايه يوم السبت؟ I played football. واحد لعب كوره. يبقى الاجازه بتاعته كانت كويسه ولا كانت وحشه؟ يبقى الطبيعي الاجابه بتاعتي تبقى الاجابه بتاعتي كانت كويسه. عشان كده بقول الدايلوج لازم ولابد يتقري كله على بعضه. هاي هاني how was your weekend؟ it was great. كانت جميله. it was good لو انت مش عارف تكتب كلمه great. what did you do on Saturday؟ واحد بيقول لي I played football with my friends. يبقى هو عمل ايه on Saturday؟ يبقى I played football. طيب خلي بالك بقى وانت بتعمل الإجابة بتاعتك. هنا أنا عندي did في السؤال، عشان كده ده في زمن الماضي. طالما هو السؤال عندي في زمن الماضي يبقى لازم الأنسر بتاعتي تكون في زمن الماضي. أنا استخدمت AD عشان يعرفني إن أنا في زمن الماضي. I played football. يبقى did في السؤال عرفتني إن أنا في زمن الماضي. أوكي؟ طيب I played football with my friends. لعبت مع مين؟ مع أصحابي. In the park. طيب أنا كده عندي موضع لسؤالين.
اول سؤال يا اما انت لعبت مع مين وساعتها السؤال بتاعي هيكون بهو، او انت لعبت فين وساعتها السؤال بتاعي هيبقى where. الاجابتين طبعا صح. طيب لو انا سالت عن انت لعبت مع مين هقولها ازاي؟ who did you play with، او with whom did you play، لعبت مع مين. او السؤال الثاني where did you play. المهم في السؤالين عندي ان انا استخدمت الهيلبنج فيرب كلمه ايه؟ كلمه did، ودايما الهيلبنج فيرب هيكون بعد ال WH question وبعد ال WH word. Did you win the match؟ Did you win the match؟ طبعا اقدر اقول له ان انا كسبت او ما كسبتش على حسب بقيه الجمله. We had pizza and cola after the game. واحد كسب الماتش وراح ياكل، ولا يا ترى خسر وراح ياكل؟ ما لو هو خسر وراح ياكل يبقى ما عندوش دم. يبقى الطبيعي ان هو did you win the match؟ خلاص yes I did، او yes I won the match، او ان انا كسبت المباراه. yes we had pizza، طالما شفت yes او no يبقى هبدا بهيلبنج فيرب، هبدا بالفعل المساعد. الفعل المساعد عندي هنا كلمه had في زمن الماضي، عشان كده هستخدم الفعل المساعد كلمه ايه؟ did. يبقى كلمة did بستخدمها لما أكون بسأل دايما في زمن الماضي، أو تلاحظ كل الأسئلة بتاعتك بدid ما عدا كلمة was عشان ما فيش هنا verb. يبقى was بنستخدمها في الماضي لما يكون ما فيش verb. كل الأفعال اللي باقية في زمن الماضي وكل الأسئلة هتلاقي فيها did. هنا ليه ابتديت بدid؟ عشان الأنسر بتاعتي أو الإجابة بتاعتي فيها yes or no. يبقى yes we had هسأل بكلمة did. السبجكت بتاعي we هخليه you. did you have، وكمل الجملة بتاعتك اللي هي pizza or cola after the game. did you have pizza or cola after the game؟ خلاص هيقول لي yes we had pizza and cola after the game. طيب ممكن اقول له did you have any food؟ طبعا دي اجابة برضو تنفع معانا. طيب يبقى كده السؤال الاول الديالوج عندي. طيب في الديالوج احنا عملنا اسئله وعملنا اجابات. انا محتاج اعرف ايه تكوين السؤال how to make a question. اول حاجه انا عندي في حاجه اسمها WH question. مين هو WH question ده يا مستر؟ اللي هو السؤال اللي اجابته ما هياش yes or no. يعني زي ما قال لي I had pizza، لو ما قلتش yes I had pizza، طالما قلت yes I had pizza يبقى ده مش WH question. خلاص لما قال لي I played with my friends، طالما قال لي I played with my friends يبقى ده WH question. طيب ايه هو WH question؟ بيتكون دايما عندي من 5 خطوات احفظهم عندي. اول خطوه دايما هتكون WH word اللي هي اداه الاستفهام، ودايما ادوات الاستفهام كلها بيكون موجود فيها WH. زي ايه ادوات الاستفهام؟ زي كلمه what، when، where، who، how، why، how many، how much، how often، how long، what color، what size. كل دي اسمها WH words. يبقى أنا أول حاجة أفكر فيها إيه أداة الاستفهام اللي أنا هسأل بيها، وده بيكون بناء على الجملة اللي تحت السؤال. تاني خطوة هستخدمها هي الهيلبنج أو المودل فيرب، الفعل المساعد. خلاص أو الفعل الناقص بتاعي أو الفيرب تو بي. طيب الهيلبنج فيرب هيكون إيه؟ do أو does أو did أو am أو is أو are أو was أو were أو has أو have أو can أو could أو should. كل دي اسمها أفعال إيه؟ مساعدة.
اللي هي الهيلبنج فيرب. طيب الهيلبنج فيربس دي كلها خلاص اقدر استخدمها بس مش بمزاجي، انا لازم ابص على الجمله بتاعتي. يعني احنا لو رجعنا هنا للكتاب بتاعنا احنا الفعل بتاعي استخدمت how was your weekend. اوكي، لما استخدمت how was your weekend اهي الجمله دي، لما جيت اجاوب انا هنا عندي was helping verb، فلما استخدمت هنا استخدمت كلمه ايه؟ was او were على حسب طبعا singular او plural. طيب تعالى هنا، انا هنا عندي كلمه did فاستخدمت الفعل بزمن الماضي. تمام، يبقى انا الاجابه والسؤال لازم يكونوا نفس الزمن. طيب لما نيجي نرجع هنا، الثلاثه دول اللي هم do or does or did، اوكي، اللي هم do او does او ايه او did، الثلاثه دول مش هتلاقيهم في الاجابه، بيبقوا مخفيين مش موجودين. يعني مثلا لو جيت اقول لك ايه I played tennis وقلت لك اعمل لي question، اوكي، اول حاجه انا عاوز اعرف الكلمه اللي بسال عليها، انا هسال عن كلمه ايه؟ تنس. طالما هسال عن كلمه تنس يبقى هسال بكلمه what. خلاص انا كده عملت ايه؟ حطيت ال WH word. طيب جيت هنا دي كلمه ايه؟ played. كلمه played خلاص في زمن الماضي. طب هل في فعل مساعد هنا في الحته دي؟ يعني ايه فعل مساعد يا مستر؟ يعني في حاجه من دول، في do او does او did او am او is او are او was او were او has او have او can او could او shall او should او اي فعل مساعد او اي modal verb؟ مفيش اي modal verb. طب هعمل ايه؟ اشوف زمن الجمله، ده زمن ايه؟ الماضي. طالما زمن الماضي يبقى استخدم do او does او did. طب ما do و does دول بتوع الايه؟ بتوع البريزنت، يبقى دول بتوع زمن ايه؟ البريزنت، يبقى ماليش دعوه بيهم، انا في الماضي هشتغل بكلمه ايه؟ did. يبقى دي الاجابه الصح. يبقى تاني كلمه اروح حاطط كلمه did. اوكي، طيب تالت خطوه عندي هشتغل بيها هي السبجكت او الفاعل. مين الفاعل ده؟ الشخص اللي انا بسال عنه او الشيء اللي انا بسال عنه او الحاجه اللي انا عاوز اتكلم عنها، ودي موجوده عندي في الاجابه ما بجيبهاش من دماغي. اهو ده الفاعل بتاع الجمله. الفاعل بتاعي اي هطلع استخدمه يو، يبقى السبجكت بتاعي يا اما يو يا اما اي يا اما هي يا اما شي يا اما ات يا اما وي، اوكي، او كلمه they. يبقى انا دلوقتي عندي السبجكت بتاعي يا اما يو او شي او اي او ات او هي او وي او they اللي هي الضمائر، او اسم الانسان. يعني مثلا قلت لك محمد played tennis يبقى السبجكت بتاعي محمد. لو انا قلت لك boys play tennis يبقى ده السبجكت بتاعي كلمه boys. يبقى السبجكت بتاعي بيختلف على حسب الجمله مش من دماغي، انا ماليش دعوه بدماغي، انا كل شغلي على السنتنس نفسها. اوكي، طيب رابع حاجه هحطها في السؤال هتكون الفيرب، الفعل اللي موجود عندك في الجمله. لو في فعل، ايه ده؟ يعني ايه لو في فعل؟ قال لي تعالى نرجع كده للكتاب بتاعنا. انا عندي اول جمله how was your weekend. how was your weekend. بص معايا كده، ادي اداه الاستفهام وادي الفعل المساعد وادي الفاعل اللي انا بسال عنه اللي هي اليور ويكند. اوكي، فين بقى الفعل؟ مفيش فعل عندي، يبقى انا مش هحط فعل. خلاص السؤال خلص عندي كده. يبقى السؤال عنده 4 خطوات بس، مفيش فعل طالما السؤال ما فيهوش فعل. يعني how was your weekend خلاص دي بدون اصلا فعل. فانا لما قلت it was great اقصد بيها اللي هي my weekend was great. خلاص، يعني الجمله نفسها ما فيهاش ايه؟ فعل. يبقى الجمله لو ما فيهاش فعل ما اشتغلش، ما احطش فعل من دماغي. اوكي، طيب اخر حاجه عندي الخطوه الخامسه المنسيه دايما هي الكويستشن مارك. طيب انا دلوقتي عملت جمله I played tennis، ادي الجمله بتاعتي، وجيت
قلت لك اعمل لي سؤال على الجمله دي I play tennis، فقلت لك what did اول خطوتين WH word، بعد كده الهيلبنج فيرب. تالت خطوه الاي خليتها يو. اخر حاجه هي الفعل. الفعل play لما هاجي هطلعه في السؤال هيكون infinitive او في المصدر. ليه؟ عشان موجود عندي did. طب انا عرفت منين ان هي في الماضي؟ did موجوده يا بابا، ما هي فعل مساعد عشان يعرفني الزمن. What did you play؟ I played tennis. طيب يبقى كده احنا عرفنا خطوات تكوين السؤال. طيب لو انا الاجابه عندي مثلا جيت رحت قلت لك yes I played tennis، ادي عندي كده yes or no. اتفقنا؟ ادي yes or no. يبقى انا ماليش دعوه بالخطوات دي. انا اول خطوه WH word مش هتبقى معايا. ليه؟ عشان الاجابه عندي في yes or ايه or no. طب هعمل ايه؟ هبدا من الهيلبنج فيرب. مش احنا اتفقنا هنا ان الهيلبنج فيرب هو did اهو، يبقى كل اللي هحذفه هي كلمه what، مش هشتغل بيها، هخليها did you play tennis. خلي بالك بس وانت بتحل ان انا دايما في السؤال بحذف كلمه الاجابه. يعني انا هنا I play tennis اللي بسال عنه كلمه تنس مش هتلاقيها في السؤال. هنا في السؤال did you play tennis اللي بسال عنه هو كلمه yes or no، عشان كده مش هتلاقيها في السؤال. يبقى دايما اللي بسال عنه بشيله. اوكي؟ طيب السؤال الثاني عندي هو الكومبريهنشن. الكومبريهنشن برضو ليها خطوات عشان بنتضايق قوي من الكومبريهنشن لما نيجي نحلها. ان انا لازم اقراها كلها as a whole unit، بقراها كلها كواحده واحده وببدا احدد ايه هي المين، الموضوع ده بيتكلم عن ايه. مستر انا في حاجات في كلمات ما بعرفش، مش عارف اترجمها. حاول تخمن معناها. هخمن معناها ازاي؟ ما انا برضو انا مش عارف اللي بعدها، انا مش عارف اللي قبلها. شوف مكانها في الجمله، هل هي فاعل ولا اسم ولا صفه، وبناء عليها ابدا خمن الكلام. ممكن تعرف من الجمله اللي في النص معنى الجمله الاولى. اوكي؟ طيب تعالى كده نقرا مع بعض. اول حاجه The Sahara Desert is the largest hot desert in the world. It covers most of North Africa and is about 9 million square kilometers. The weather there is very hot during the day and cold at night. There is little rain, so not many plants can grow. However, some people live in the desert. They are called Bedouins. They move from place to place with their animals, especially camels. Camels can survive in the desert because they can go 4 days without water. Tourists sometimes visit the Sahara to see the beautiful sand dunes and experience desert life. طيب خلي بالك، انا حطيت الخط طبعا اللي انا حطيته ده خلاص مش عشان حاجه، عشان الكلام دخل معايا في بعضه، فانا بحب افصل لما باجي اقرا. ممكن بالبنسل بتاعك تفصل السطور بتاعتك. اول حاجه لو جيت اقول لك what the main idea of this passage، المين idea ايه بتاعت القطعه دي؟ يا ترى هي عن سهارا ديزرت ولا عن الكاملز؟ ايه المين ايديا؟ قال لي الكاملز ده جزء من السهارا ديزرت مع الناس اللي بتعيش في الديزرت دي. يبقى الموضوع كله مش عن الكاملز، الموضوع كله عن ايه؟ Sahara Desert is the largest hot desert in the world. اوكي؟ يبقى دي المين ايديا. يبقى خلاص انا عرفت كده انا بتكلم عن الصحراء بتاعتي، وان هي بتغطي North of Africa and is about 9 million square kilometers. خلاص. The Sahara Desert is located in يعني موجودة فيه. موجودة فين بقى؟ أفريقيا. فين بقى في أفريقيا؟ Sahara Desert is the largest desert in the world. It covers most of North Africa and is about 9 million square kilometers. خلاص. يبقى هي موجودة فين بقى؟ ادي هي افريكا، نورث افريكا. يبقى هو يا مستر هو انت مش عارف الاجابه؟ ما الاجابه سهله قدامك. ايوه ما هي الاجابه سهله، بس انا بقول لك انت بتحل ازاي. اوكي؟ انت لازم تتاكد ان الكلمه دي موجوده في القطعه او ما يساويها، سواء سينونيم او انتونيم، ممكن يكون عكس الكلمه او معنى الكلمه على حسب ما هو مديلك. طيب
The underlined word survive means كلمة survive معناها ايه؟ تعال نقراها، انا مش عارف معناها. خلاص تعال نقراها نحاول نخمن معناها. They move from place to place with their animals, especially camels. Camels can survive in the desert because they can go for days without water. ايه ده؟ يعني هم بيعيشوا ايام كده من غير ميه. يبقى كلمة survive وبيقول لي because they can live without water، يبقى هي معناها ايه؟ معناها كلمة they live، ان هم بيعيشوا. يبقى كلمة ينجو اللي هي كلمة survive. بس خلي بالك وانت بتحل السؤال شوف كلمة means اللي هي تعني، اللي هو السينونيم، اللي هو مش كلمة antonym، عشان لو جاب لي كلمة opposite جاب لي كلمة antonym يبقى هو عاوز عكس الكلمة. means معنى الكلمة أو ما يقارب معنى الكلمة. What helps camels survive in the desert؟ إيه اللي بيساعد الكاملز يعيش في الغابة أو يحيا في الغابة؟ خلاص يا ترى هم drink a lot of water، ولا they eat many plants، ولا they can go for days without water؟ طبعا الإجابة عندي من القطعة they can go for days without water. طيب نيجي بعد كده، طبعا اسئله التشوز دي انت تقريبا بارع فيها، بتعرف تحلها كويس جدا. دايما اللي بيقف قدامك الاسئله الجايه اللي هي what is the main idea of the passage؟ ايه المين ايديا بتاعت الباسج؟ طيب المين ايديا اول حاجه انت لازم تعرفها في المين ايديا ان المين ايديا لازم تكون جمله كامله. خلاص ما تبقاش كلمه، يعني ما اجيش مثلا اقول ايه الصحراء ديزرت واسكت. خلاص دي كده تايتل. يبقى المين ايديا Sahara Desert and animals which live، او عاوز تختار كلمة survive in it. اوكي. Why do tourists visit Sahara Desert؟ يا ترى التورست ليه بيزوروا الصحارى ديزرت؟ مش عارف، تعالى نرجع نشوف هم ليه بيزوروا الصحارى ديزرت. خلاص ندور على الجزء اللي فيه التورست. Tourists sometimes visit Sahara Desert أو Sahara to see the beautiful sand dunes and experience desert life. خلي بالك من كلمة experience هنا verb. خلاص اللي هو يجرب حياة الصحراء، يبقى هما to see the beautiful sand dunes and experience desert life. طيب who does the underline word they؟ كلمة they refer to ايه؟ تعال نشوف كلمة they اللي تحتها خط. ادي they اللي تحتها خط. they are called Bedouins. مين هما they are called Bedouins؟ نرجع ورا. خلاص some people who live in the deserts. يبقى they يقصد بيها ال people live in the desert. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى people live in the desert. اوكي. My sister wants to be، احنا كده دخلنا على تشوز. تشوز طبعا هيبقى ميكس ما بين الجرامر والفوكاب. My sister wants to be a space when she grows up. نفسها تبقى ايه لما تكبر؟ يا ترى تبقى دكتور ولا جوب ولا work ولا كارير؟ خلاص طبعا هي مش هتبقى وظيفه، كل دول معنى وظيفه او عمل، هي هتبقى دكتور وده نوع الوظيفه نفسها. خلاص يبقى my sister wants to be a doctor، وA دايما تيجي قبل الجوب الوظيفه نفسها. I always enjoy. كلمة enjoy من ضمن القواعد بتاعتي ان هي enjoy بيجي بعدها الفيرب ing. خلاص I always enjoy listening to music. خلي بالك من كلمة listening التي silent not listening to music in my free time. You help me with my homework. طيب ادي كلمة ايه؟ help محطوط لها ing؟ لا. محطوط لها ed؟ لا. محطوط verb او الفعل في المصدر. طالما الفعل في المصدر يبقى لازم استخدم حاجه من اللي بتجيب الفعل في المصدر. ايه الحاجات اللي بتجيب الفعل في المصدر؟ كلمه can وكلمه does. الاثنين دول بيجوا وراهم الفيرب infinitive. طب ما كده عندي اجابتين صح.
قال لي ارجع للسبجكت. السبجكت عندي كلمه يو، طالما السبجكت عندي يو يبقى هستخدم كلمه كان. ليه؟ عشان يو ما ينفعش تيجي مع كلمه does بتيجي مع السنجولار بس اللي هو الهي والشي والات. طيب there are many space in the zoo. طيب there are many space in the zoo. there are many space in the zoo. انا في الاول عندي كلمه are عايز بعدها plural. طب لو ما شفتش الار عندي كلمه many يجي بعدها plural، يبقى انا عاوز اسم جمع. اوكي، وكلمه many هنا تعتبر صفه للاسم اللي بعدها، فمش هينفع الاسم ده ولا يكون فيه ولا ان ولا ذا. اوكي، فانا عندي دلوقتي الجمع الوحيد اللي موجود عندي كلمه animals وعندي كلمه the animals. طب the animals مش تنفع ليه؟ عشان قبلها many. خلاص، يبقى هقول animals. يبقى there are many animals in the zoo. The book is the table and the chair. دايما لو شفت and بستخدم كلمه between، هتبقى between the table and the chair. I haven't finished ده زمن ال present perfect. طبعا احنا عندنا اليونت الاولى كلها present perfect، هنمسكها نفصصها ونتكلم عليها واحده واحده، وهنعرف ازاي نكون جمله في ال present perfect وازاي نحولها للباسيف وازاي نستخدم الكلمات الداله عليها. كل ده هيكون في السيشن اللي جايه ان شاء الله. I haven't finished my project طالما هي نيجاتيف وفي زمن ال present perfect يبقى هنستخدم معاها كلمه yet، وهنتكلم في الكلام ده السيشن الجايه ان شاء الله. طيب the opposite of happy. opposite معناها antonym اللي هو عكس الكلمة. happy عكسها sad. فين كلمة sad؟ اهي. طيب we should space our teeth twice a week. twice a day. مرتين في اليوم. اوكي، طالما our teeth يبقى هنستخدم كلمة brush our teeth، وده expression على بعضه محافظينه من أولى ابتدائي. brush our teeth، wash our face. خلاص، الحاجات اللي احنا بنستخدمها المفروض نعملها كل يوم. طيب where you live، اتفقنا كلمة live محطوط لها ing، محطوط لها ed، محطوط لها اس، مش محطوط لها أي حاجة، يبقى البير verb اللي هو الفعل في المصدر. يبقى أنا عاوز كلمة بتجيب الفعل في المصدر أو فعل مساعد بيجيب الفعل في المصدر، يا إما do يا إما does. طب إيه اللي هيعرفني do من does؟ هو كلمة you جمع ولا مفرد؟ you جمع، يبقى استخدم كلمة do. where do you live؟ My brother is very good at. طبعا كلمة good at أو bad at بيجي بعدها gerund أو الverb ing أو بيجي بعدها الnoun. يعني إما يجي بعدها الverb ing اللي هو gerund أو يجي بعدها الnoun. أوكي؟ My brother is very good at وهو يجيب لي أفعال كتيرة قوي، فهستخدم الفعل إيه؟ ing. ملخص كل الكلام اللي إحنا قلناه إن إحنا اللي راجعناهم مع بعض. أول حاجة إحنا استخدمنا enjoy يجي بعدها الverb ing. أوكي؟ وقلنا كلمة good at بيجي بعدها الverb ing. أوكي؟ ده بالنسبة للجرامر اللي كان موجود عندك. وقلنا إن الhelping verb do أو does أو can بيجي بعدهم الفيرب infinitive. دي البوينت الثانية اللي احنا اشتغلناها. البوينت الثالثة اللي كانت موجودة عندي خلاص ألا وهي إن أنا استخدمت كلمة yet فين؟ في آخر الجملة النيجاتيف المنفية. منفية بإيه؟ ب hasn't or haven't بلس الباست participle. اوكي، طيب النقطة الرابعة إن كلمة اللي هي ال indefinite article خلاص بتيجي بعدها الوظيفة زي ما احنا قلنا a doctor. اوكي، وصلنا لحد السؤال قبل الأخير. complete the sentence with the correct form with the correct form of the words in brackets. طيب هنا هو جايب لي كلمتين between brackets، في كلمتين ما بين brackets بتوعي خلاص انا محتاج اعدلهم عشان يناسبوا سياق الجمله. ما اقدرش اعدلهم غير لما اقرا الجمله كلها عشان اكيد في حاجه في الجمله هتعرفني الزمن بتاع الجمله. She space
not visit. يبقى طالما not visit يبقى هو عايز مني الفعل منفي، عايزه نيجاتيف. يبقى الزمن اللي انا هشتغل بيه هدور على النيجاتيف بتاعه. Her grandparents last weekend. كلمة last weekend عرفتني ان انا في زمن ايه؟ في زمن الماضي. تمام. طالما انا في زمن الماضي يبقى النيجاتيف بتاعي هيكون يا اما didn't يا اما wasn't يا اما weren't. طالما في فعل مش هستخدم wasn't weren't. احفظ معايا القاعده دي بقى زي اسمك. طالما في فعل ما استخدمش ما استخدمش كلمه wasn't or weren't. طالما في فعل ما استخدمش wasn't or weren't. طيب يبقى هستخدم كلمه didn't وvisit هتفضل زي ما هي عشان didn't من ضمن الافعال اللي بيجي وراها الفعل في المصدر. طيب دي F. قاعدة F الموجودة عندي هنا هبدأ أشوف الحالة بتاعتها، هل هي zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. طيب هي حالة F دي هي الصفرية ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ هعرف منين؟ هعرف من الجملة الكاملة. الجملة الكاملة هي عندي كلمة we will go to the beach. we will go طالما شفت will في الجملة الثانية حالة F الأولى. حالة F الأولى يبقى بعد F مباشرة الجملة اللي فيها F بتكون فيها present، بيكون فيها زمن البريزنت. يبقى هستخدم if it الverb to be. it بيجي معاها is. طب جبت منين is دي؟ عشان الverb to be اللي هو am أو is أو are. يعني الverb to be ده دايما هيكون am أو is أو are في المضارع. في الماضي هيكون was أو were. لو في المستقبل هيبقى will be. ولو في المضارع التام هيبقى have been. وطبعا دي هناخدها لسه السيشن الجاي. He not study for his exam every evening. طيب طالما ما حددليش اي حاجه في الماضي وقال لي كل مساء every evening يبقى كده ده زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط المفرد بنحط معاه الفعل اس او اي اس او اي اي اس. كلمه study هتبقى studies. خلي بالك معايا اهي studies. شلت الواي وحطيت اي اي اس. I have just finished my homework. طالما حط لي كلمه just finish my homework يبقى معنى كده ده زمن المضارع التام. وزمن المضارع التام بيتكون من has و have والتصريف الثالث للفعل هتبقى I have just اهي ريح نفسنا just finished. اوكي يبقى I have just finished. طبعا just ليها مكان وليها استخدام وده شرح كامل في يونت 1. عشان كده الحاجات اللي ليها شرح في يونت 1 انا عملت لها سكيب دلوقتي وهنعرفها السيشن الجاي. Write a paragraph of 90 words. خلي بالك من 90 كلمة عن ايه؟ عن your school. اولا لما اجي اكتب باراجراف ودي اكتر حاجه بتزعلني من ولادي الطلبه حبايبي ان هم عايزين يحفظوا الباراجراف. طبعا الباراجراف او الموضوع ده تعبير زي العربي كده ما ينفعش ان انا احفظه. انا ببدا اقول افكاري، بقول اللي عندي، بقول الحاجه اللي جت في دماغي. بس الفكره كلها وانا بقول الجمل بتاعه الباراجراف لازم اخلي بالي ازاي اعمل باراجراف. يعني ايه؟ اول حاجه احنا خدنا تكوين السؤال من شويه. ازاي اعمل جمله؟ ما هو الباراجراف عباره عن ايه؟ عباره عن جمل، 15 جمله، 10 جمل، 11 جمله، 18 جمله. اعلمك ازاي تعملهم. اول حاجه ازاي اكون جمله؟ اول حاجه في الجمله نبدا بيها هي السبجكت. ايه هو السبجكت؟ هو الفاعل بتاع الجمله. الفاعل بتاع الجمله هو اللي هيعمل الفعل او اللي انا عايز اتكلم عنه. يعني مثلا انا عايز اتكلم عن محمد هبدا بكلمه محمد. عاوز اشيل كلمه محمد واحط هي ما عنديش مشكله. يعني اقدر احط اسم او ضمير في اول الجمله، عاقل او غير عاقل طبعا. بعد كده تاني حاجه هستخدم الفيرب، الفعل. ايه هو الفعل؟ الحاجه things that you can do، الحاجه اللي تقدر تعملها. الحاجه اللي تقدر تعملها هي تعتبر فعل.
خلاص، زي كلمة eat زي كلمة drink، بس طبعا على حسب التنس بتاعك. لو سمحت وانت بتكتب الرايتنج بتاعك خلي بالك ان انت لو ابتديت اول جملة ماضي خلي كله ماضي، لو ابتديت اول جملة مضارع خلي كله مضارع، يعني وحد الزمن بتاعك. اوكي طيب، تالت حاجة هتبقى الكومبلمنت. الكومبلمنت دي ممكن تبقى ايه يا مستر؟ ممكن تبقى اوبجكت. يعني ايه اوبجكت يا مستر؟ اللي هو المفعول اللي هو حصل فيه الفعل. يعني مثلا I play football، فوتبول هنا ده اوبجكت بتاعي. او ممكن تبقى place اللي هي preposition plus place. I play in the zoo. اوكي، او ممكن تكون time، ممكن تبقى وقت، خلاص I play in the morning. اوكي، او ممكن تبقى adverb. I play football slowly، يبقى ممكن تبقى كلمة slowly adverb. يبقى الكومبلمنت هي تكملة الجملة. الأساسي عندي إن أنا لازم أحدده. إزاي أحدد الفعل؟ وأحدد الفعل. لو عملت 5 جمل أو 6 جمل تحت بعضهم بعد كده ضمناهم وخليناهم موضوع، هعلمك الحصة الجاية إزاي نكتب موضوع متكامل. طيب، قبل ما نبدأ أو قبل ما أنهي الحصة بتاعتي أنا محتاج منك حاجة واحدة بس. أنا هكتب شوية أفعال على السبورة، حاول إن أنت تعملها جمل. يعني أنا هكتب الفعل eat اللي هو بمعنى يأكل، والماضي بتاعه ate، والتصريف التالت بتاعه eaten. drink drank drunk. swim swam swum. ده الفعل في زمن المضارع لو انت عاوز تشتغل بالمضارع، وخليك دايما بالفاعل الجمع اللي هو الاي او الوي. وده الفعل في شكله في الماضي لو الفعل حدث وانتهى، او انت بدات الجمله بتاعتك بيسترداي او لاست ويكند، خلاص. وده التصريف الثالث للفعل ليه حالاته طبعا في الباسيف وفي البريزنت بيرفكت. الثلاث افعال دول كل اللي عليك ان انت هتعملهم لفين؟ كل واحده في جمله، كل واحده في جمله. اوكي، الحصه الجايه ان شاء الله هنبدا مع بعض بدايه المنهج بتاعنا ان شاء الله. طيب يا حبايبي، احنا النهارده خلصنا السيشن التمهيدي، ده اسمه تمهيدي للي جاي ان شاء الله. منهج ثالثه اعدادي منهج سهل جدا جدا جدا، بس كل اللي محتاجه منك معلش غصب عني وعنك ان انت لازم يكون عندك حصيله كلمات. طب مش هيبقى عندك حصيله كلمات هتقع مني. فالكلمات دي حاجه اساسيه عندنا، هنحفظها هنسمعها كل مره، بلس ان انت التدريب على الكلمات اهم من الكلمات نفسها. يعني لازم هيكون في تدريب وهنحله مع بعض وهنتدرب مع بعض وهنحله في الواجب، خلاص. بعد كده هيجي جزء الجرامر وهنبدا نشتغله مع بعض ان شاء الله ستيب باي ستيب. هندي امثله كتير عشان تبدا تعرف القاعده كويس وتبدا تتدرب عليها، وهندي اسئله كتير جدا. خلي بالك ان احنا ان شاء الله في الحصه الجايه كلها شغلنا من 3 كتب: بيت باي بيت، جيم، المعاصر. 3 كتب دول اساسيين معانا في الحل بتاعنا. طيب خلي بالك ان مش كل مره هنستخدم 3 كتب، ممكن مره نستخدم الكتاب المعاصر، مره نستخدم المعاصر وبيت باي بيت، مره نستخدم المعاصر وجيم، مره نستخدم جيم وبيت باي بيت، خلاص. تبقى على حسب رؤيتنا للافضل ليكم.